عارفين قصة الحب اللي بتتحول لأداة تدميرك؟ أنا اسمي سلمى، بحكي لكم قصتي ما بعد فوات الأوان. لما قابلته لأول مرة كان مختلف تماما. كان من النوع اللي يدخل حياتك بسرعة ويخليكي تحسي انه فاهمك اكتر من نفسك. كان دايما بيقولي انا مش شبه اي حد قابلتي قبل كده، وهخليكي اسعد واحدة. وانا كنت مصدقة كل كلمة. في اول شهرين كان لطيف بطريقة تخوف، كل تفصيلة بياخد باله منها، شكل شعري، صوتي، ضحكتي، حتى الطريقة اللي بمسك بيها الكوباية. وانا كنت فاكرة ان ده اهتمام، لكن بعد شوية بدأت أشوف الوش التاني. أول علامة ظهرت كانت كلمة بسيطة قالها فجأة: انتي مش محتاجة حد غيري. أنا افتكرته بيهزر، بس النظرة اللي في عينه ما كانتش أبدا هزار. بدأ الموضوع يزيد بالتدريج، وواحدة واحدة. مرة يقولي أنا مش بحب صاحبتك دي، بحسها بتأثر عليكي. ومرة ليه مامتك بتتدخل في حياتك بالشكل ده. ومرة ما ترديش على حد النهاردة، اقعدي معايا. ومرة. وفي كل مرة كنت بسكت كنت بخسر حتة مني. وأكتر حاجة خوفتني حاجة حصلت في يوم عادي جدا. كنت خارجة من الشغل رايحة البيت، لقيته واقف تحت العمارة من غير ما أقوله، من غير ما يعرف معادي. فجأة كده قلت له باستغراب: انت جيت ازاي؟ قال لي بمنتهى الهدوء: انا بحب اطمن عليكي واشوفك قبل ما تدخلي. ساعتها قلبي وقع، بس مش من الحب، من الخوف. مرة تانية كنت عند صاحبتي وهو عارف، ومن المفترض ان ما كانش فيه مشكلة، لكن فجأة لقيت منه 10 مكالمات و15 رسالة: انتي فين؟ مش بتردي ليه؟ انتي مع مين؟ رجعت البيت ولقيته مستنيني، واقف في الضلمة وماسك تليفونه كأنه ماسك دليل. قال لي: انتي فاكرة اني مش عارف كل خطواتك؟ الجملة دي هزتني، مش لانها تهديد لكن لانها حقيقة. بدأ يمنعني من كل حاجة: أصحابي، شغلي، دراستي، حتى نفسي. كان بيقولي اللي بيحب لازم يبعد عن كل حاجة بتاخده من حبيبه. وأنا كنت بسأل نفسي: هو ده حب ولا كارثة بتحصل لي؟ ليلة النهاية كانت أغرب حاجة حصلت. كنت قاعدة في أوضتي، وبصراحة أول مرة أحس إني مخنوقة. فتحت الموبايل وكتبت له: أنا محتاجة كل لوحدي شوية. ما عدتش دقيقتين لقيت باب الشقة بيخبط خبط مرعب. فتحت الباب لقيته واقف وعينه بتقول ان هو في حالة مش طبيعية. قال لي: انتي مش فاهمة، انا الوحيد اللي من حقه انه يبقى حواليكي، ومستحيل اسمح لك انك تبعدي. ساعتها اخيرا فهمت ان اللي كنت فاكراه حب كان امتلاك، وان الشخص اللي بيطمنك ممكن يكون اكتر واحد بيخوفك. سبته بعدها بفترة، وكان اصعب قرار اخدته، بس اول خطوة ان نفسي رجعت لي. وبقول قصتي عشان البنت اللي بتسمعني دلوقتي تاخد القرار قبل فوات الأوان. ولو في حاجة من قصتي لمست قلبها، تبقى عارفة ان الهروب مش ضعف، الهروب ساعات بيكون نجاة. ولو قصة النهاردة عجبتك، استني القصة اللي جاية، واعملي لايك واشتراك في القناة، وسيبيلي تعليق تقولي فيه رأيك. وكل يوم هتلاقي قصة تلمس قلبك.